السلام عليكم. أهلا بيك في الدرس الأول من كورس إدارة الجودة. في الكورس ده هنتعلم إزاي ننتقل من مرحلة الجهد البدني للقيادة بالعقل. في الفيديو ده هنشرح الخريطة اللي هنمشي بيها خلال الكورس إن شاء الله، وإنت هتطلع من الكورس ده بإيه، وهل هتكون مؤهل لإنك تشتغل في سوق العمل بعد الكورس ده، ولا الكورس هيكون مجرد كلام نظري. مبدئيا إن شاء الله الكورس مش هيكون نظري بس، هيكون فيه هنحاول نخلي فيه اختبارات بعد كل درس علشان خاطر تختبر فهمك للمعلومات. وبعد كل درس هديك تاسك صغير كده تنفذه في أرض المصنع عندك أو في ورشتك أو في مكانك أو أيا كان أنت بتشتغل في إيه. هنمشي مع بعض خطوة خطوة لحد ما تفهم الجودة كلها أو إدارة الجودة الشاملة، وتبقى أنت القيادي أو الشخص المسؤول عن الجودة كلها، سواء في البراند بتاعك او عايز تفتح بيزنس جديد او عايز تشتغل في مصنع او عايز تشتغل في شركات كبيره. ان شاء الله الكورس ده هيأهلك لانك تشتغل في اي مكان انت عايزه. اول حاجه في الخريطه اللي هنمشي بيها، هنمشي على 5 خطوات او 5 مراحل. اول مرحله هي مرحله التأسيس ولغه الجوده، ودي هنفهم فيها يعني ايه جوده، يعني ايه كواليتي كنترول، يعني ايه كواليتي اشورنس، يعني ايه SOP. المصطلحات دي كلها ككل هتفهمها. تاني مرحله هي ادوات القياس، يعني ايه اقيس او احلل الحاجه اللي موجوده في المصنع. يعني ايه اقيس المنتج، يعني ايه امسك متر واقيس، يعني ايه اقيس من ناحيه ان انا اعرف احلل المشكله فين، واقدر احل المشكله من جذورها فعلا، مش مجرد ان انا اكتشفت مشكله فاعالجها وخلاص. لا، انا اشوف المشكله وامشي وراها لحد ما اعالج المشكله من اساسها من جذورها. ثالث مرحله هتكون بناء السيستم، يعني ازاي اعرف ابني سيستم امشي بيه الشركه كلها او المصنع او الورشه او البيزنس بتاعي حتى. وفي المرحله دي هنفهم التشيك ليست ازاي بتتعمل، وهنفهم SOP ويعني ايه المصطلحات دي كلها. المرحله الرابعه وهي حل المشكلات، وفي المرحله دي هتعرف تشخيص الوجع وعلاجه، يعني هتعرف المشكله جايه منين بالظبط. بعد ما حللت وقست هتعرف المشكله جايه منين بالظبط علشان تعرف تحل المشكله من غير ما تاثر بالسلب على انتاجيه المصنع او البيزنس بتاعي ما يعطلش او يقف. وفي المرحله دي هنعرف الفيش بون او الفايف وايز، يعني ال5 اسئله او ال5 لماذا، علشان نوصل للمشكله الحقيقيه، علشان نوصل لجذور المشكله وازاي احل المشكله دي. المرحله الخامسه والاخيره اللي هي قياده المنظومه دي كلها، وازاي اقدر ادير واعمل تقارير بكل اللي فات ده واوصلها لصاحب الشركه او للمدير. اول حاجه انا محتاج افهم يعني ايه جوده. الجوده في مفهومها مش معناها افخم حاجه، الجودة معناها تلبية متطلبات العميل، ده باختصار شديد جدا. الجودة معناها بسيط جدا، معناها تلبية متطلبات العميل. وليكن عميل طالب مني كرسي، ان انا اصنع له كرسي خشب، لكن الكرسي ده مش مريح. الكرسي ده انا بعد ما صنعته طلع مش مريح. الكرسي ده كده جودته رديئة. الجودة المسمى بتاعه انه جودته رديئة، جودته مش مقبولة. العميل لو جه يقعد عليه هيبقى تعبان، هيبقى مش مرتاح. ومن متطلبات العميل انه يشتري الكرسي ان هو لما يجي يقعد على الكرسي يبقى مرتاح. طالما الكرسي مش مريح يبقى الكرسي جودته سيئة. طب لو الكرسي مريح ولبى احتياجاته، طالما الكرسي لبى احتياجات العميل يبقى الكرسي ده جودته كويسة، بل جودته عالية كمان. او هنفترض مثلا ان انا عندي مصنع بينتج ازايز المية. العميل طلب مني ازازة مية الغطا بتاعها لونه ازرق وسعرها 5 جنيه. لو انا طلعت ازازه بالمتطلبات اللي العميل طلبها دي بالظبط يبقى المنتج ده جودته كويسه او جودته عاليه. طب لو انا طلعت ازازه والغطا بتاعها لونه ذهبي لكن سعرها 100 جنيه، هنا هنقول ان الازازه دي مش او جودتها مش كويسه او جودتها رديئه مع انها مطليه بالذهب. طب ليه جودتها رديئه؟ لانها ما لبتش احتياج العميل. ايه العميل إيه اللي هيستفاده العميل لما لون الازازه او لون الغطا يكون ذهبي؟ هو مطلي باللون الذهبي مش بالذهب يعني. ان يكون الغطا مطلي باللون الذهبي، وهو بقى هيشرب منها شويه وبعد كده يرميها. هو كل اللي هو عايزه ان هو عايز يشرب من ازازه الميه. فهو لما انت ترفع سعرها علشان خاطر اللون اللي انت حطيته ده، فده مش معناه ان انت عليت الجوده او الكواليتي بتاعتها، لا، ده معناه ان انت ما لبيتش احتياج العميل، ده معناه ان الجوده سيئه. ففهمنا إن من المثال ده ان الجوده معناها تلبيه احتياج العميل او متطلبات العميل. طيب عايزين نفهم دلوقتي اختصاصات الجوده. يعني الجوده فيها كام كورس في الشركه علشان اعرف انا دلوقتي لما ادخل شركه جديده اقول لهم انا بتاع جوده. طبعا انا بتاع جوده بشتغل ايه في الجوده؟ الجوده ليها 3 تخصصات. التخصص الاول معانا هو مراقبه الجوده او QC او كواليتي كنترول، وده اللي بيكون مسؤول عن خط الانتاج من الاخر. بمعنى لو خط الانتاج شغال وطلع لي منتج في الاخر
المنتج ده فيه عيب صغير، المنتج معيب مثلا، اللي مسؤول عن انه يستخرج المشكله ديت هو الكواليتي كنترول، او المسؤول عن الجوده في المكان ده، واللي هو اسمه مراقبه الجوده او كواليتي كنترول، مراقبه الجوده. طيب، والكرسي الثاني هو اعلى شويه من الكواليتي كنترول واسمه كواليتي اشورنس، وده باختصار او اختصاره بيكون كيو اي او كواليتي اشورنس، وده اللي بيكون مسؤول عن التخطيط في خط الانتاج. يعني بيكون مثلا خط الانتاج احنا هندخل بضاعه خام من هنا، وبعد كده هتمشي في خط الانتاج كذا 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 كذا، ويرتب المكن او المعدات في المصنع، وبعد كده يوظف الموظفين، حضرتك هتقف هنا وحضرتك هتقف هنا وحضرتك هتقف هنا بالشكل ده. هو ده اسمه تخطيط، اسمه التخطيط للجوده او الكواليتي اشورنس، ده المسؤول عن التخطيط. والمرحله الثالثه والاخيره وهي الاداره اللي بتمسك الاقسام دي، يعني كل دول داخلين في قسم الجوده. القسم الثالث والاخير هو القسم القيادي، هو القسم القيادي، وهو المسؤول عن الكواليتي اشورنس والكواليتي كنترول، وده اختصاره بيكون تي كيو ام او توتال كواليتي مانجمنت، او اداره الجوده الشامله. وده بيكون مدير الجوده اللي بيرأس قسم الجوده كله، وده اللي بيكون مسؤول عن بدايه البياع ما يتفق مع العميل الى ان يوصل المنتج للعميل تاني. يعني هو بيمسك الشركه كلها وبيبص على المشكله فين، وبيبدا يحلل ويكتب تقارير علشان يقدر يمسك المشكله. يعني ممكن تكون المشكله مش موجوده في المصنع، ممكن تكون مشكله في العمليات، ممكن تكون مشكله في المبيعات، ممكن تكون مشكله في التسويق. المشكلة دي ممكن تكون موجودة في أي مكان من الأماكن دي. علشان كده مدير الإدارة الشاملة أو اللي مسؤول أو التوتال كواليتي مانجمنت ده بيكون مسؤول عن الشركة كلها، ومسؤول عن طبعا تحت إيده الكواليتي كنترول والكواليتي أشورنس. طيب، هنستفيد شوية في مرحلة كل واحد في إدارة الجودة. أول واحد وهو مراقب الجودة أو الكواليتي كنترول، وده وظيفته باختصار شديد جدا انه يكشف الغلط، انه يكشف الغلط. طبعا زي ما احنا قلنا في خط الانتاج في اخر في اخر خط الانتاج، وده بيكون معاه عينه، بيكون معاه عينه من المنتج في اخر الخط، ومن خلالها بيقبل او يرفض المنتج. ومكانه زي ما قلنا بيكون واقف في اخر خط الانتاج او على المكنه او في المخزن، يعني هو بيكتشف الاخطاء. هو مكانه اسمه بيكتشف الاخطاء، اسمه مراقب الجوده او مراقب الجوده. والهدف من الشخص ده انه يمنع المنتج البايظ يوصل للعميل. يعني لو العميل طالب حاجه والحاجه دي طلعت وصلت له في الاخر، او هي على المكنه، او طلعت من المخزن مثلا فيها مشكله، هو لما راح راجع عليها في المخزن لقى فيها مشكله، يبقى يرفضها وترجع خط الانتاج تتعدل تاني علشان توصل للعميل في احسن صوره او زي ما طلب بالظبط. المرحله الثانيه معانا وهي توكيد الجوده او كواليتي اشورنس، واللي بيرمز ليها او اختصارها كيو اي كيو اي. وده وظيفته هو التخطيط. يعني ده الشخص اللي بيكتب خطوات الشغل او الاس او بي، وبيتاكد ان المكن سليم والعمال شغالين. ده متاكد ان المكن سليم والعمال شغالين. وبيقف مكانه بيبقى مكتب التخطيط وهندسه النظام، يعني ده اللي بيبقى مسؤول عن توظيف العمال. يعني احنا عندنا كام فني وعندنا كام مساعد، الناس دي هتشتغل فين، والشخص ده هيقف فين، ومين اللي هيبقى مع مين، والدنيا هتمشي ازاي، والمكن هيدور ازاي، وخط الانتاج المكنه دي هتتحط هنا والمكنه دي هتتحط هنا. هو المسؤول عن الكلام ده. هو كده ده اسمه توكيد الجوده او كواليتي اشورنس، ده اللي بيبقى مسؤول عن الكلام ده. والهدف منه انه يمنع الغلطه تحصل من الاساس. يعني انا عندي الكواليتي كنترول، الكواليتي كنترول ده بيروح للكواليتي اشورنس يقول له انا عندي مشكله في الكرسي الفلاني، او عندي مشكله في المرحله الفلانيه. يعني انا دلوقتي هجيب له المنتج واقول له المنتج اللي طلع مش مطابق للعينه اللي حضرتك اديتهاني. طالما مش مطابق هنشوف المشكله فين ونقدمها للكواليتي اشورنس علشان خاطر يكتشف المشكله فين، وبعد كده يصلح المشكله من جذورها. ده مسؤول عن الكلام ده علشان خاطر يمنع المشكله من اساسها خالص. لما خط الانتاج يمشي بسلاسه ويمشي بسرعه، او يمنع الهالك على قد ما يقدر وما يخسرش المصنع. ثالث قسم معانا بقى وهو اداره الجوده الشامله او توتال كواليتي مانجمنت، او باختصار الاختصار بتاعها تي كيو ام. وده وظيفته انه بيربط الجوده بكل اقسام المصنع، زي ما احنا قلنا، من مبيعات، من تسويق، من عمليات، من خط تشغيل او اوبريشن. كل الحاجات دي هو بيكون مسؤول عنها، حسابات، مبيعات، مخازن او انتاج او اي حاجه من الحاجات دي، او بيمسك الشركه وبيفهم منظومتها او بتمشي الشركه ازاي. ومن خلال المكان ده
هو بيقدر يخطط أو يتابع الدنيا كلها علشان يكتب تقارير نهائية بحل المشكلة الجذري في الشركة كلها، في الشركة ككل. وده بيكون مدير قسم الجودة أو إدارة الجودة الشاملة، ده بيكون مسؤول عن إدارة الجودة الشاملة، وده بيكون الكورس الأكبر في الجودة. يعني باختصار الهدف من المكان ده أو من الكورس ده هو نجاح المصنع بالكامل وإرضاء الزبون بأقل تكلفة ممكنة. باختصار شديد جدا، النظام البيئي للجودة عبارة عن الجدول اللي ظاهر قدام حضراتكم على الشاشة ده، وهو تشبيهه باختصار العين وده الكواليتي كنترول، والعقل وده الكواليتي اشورنس، والمايسترو وده التوتال كواليتي مانجمنت. الكواليتي كنترول وده بيركز على المنتج النهائي، طبعا الكواليتي اشورنس وده بيركز على خطوات العمل، يعني بيركز على السيستم. والتوتال كواليتي مانجمنت او الاداره الشامله بيركز على المصنع كله او الشركه كلها او البيزنس كله بشكل عام. بالنسبه للكواليتي كنترول الهدف الرئيسي منه هو كشف المشكله، يعني بيكتشف المشكله في اخر الخط او على المكن زي ما احنا قلنا، ومن خلالها يا اما يقبل المنتج يا اما يرفض المنتج. والكواليتي اشورنس بيمنع المشكله من بدايتها. لما الكواليتي كنترول يقدم له المشكله، الكواليتي اشورنس بيكون مسؤول عن ان هو يمنع المشكله من جذورها او يمنع المشكله انها تحصل وتطلع تاني بالشكل ده. والتوتال كواليتي مانجمنت زي ما احنا قلنا بيكون مسؤول عن ربحيه ورضا العميل، وان خط الانتاج او الشركه كلها تكون ماشيه بسلاسه من غير مشاكل ومن غير اي تاخير او هالك. طيب في الكورس ده بقى حضرتك هتستفاد ايه؟ هتفهم لغه المصانع وهتتكلم بمصطلحات الجوده. ايه هو الكواليتي كنترول، وايه هو الكواليتي اشورنس، وايه هو الاس او بي. احنا لسه ما اتكلمناش عن الحاجات دي، هنتكلم عنها مستقبلا ان شاء الله، وهتعرف الحاجات دي وهتتكلم بيها. تاني حاجه توفير الفلوس، المنقذ للشركه اللي بيقلل السكراب او الهالك وبيرفع ارباح صاحب المصنع من خلال انك تمنع المشاكل وتحلها من جذورها. وهتقدر تبني سيستم بيكون قادر على تحويل اي ورشه عشوائيه لنظام دقيق بيشتغل زي الساعه، بيمشي بسلاسه جدا علشان المنتج ما يتاخرش، لان التاخير ده بيعتبر من الهالك، وده من انواع الهالك اللي احنا هناخدها ان شاء الله في الكورس. وكمان هنتعلم الثقه المهنيه، يعني انت مش هتخاف من اي حاجه، مش هتخاف من اي اوديت او تفتيش، ومش هتخاف من اي عميل، لانك هتكون ماشي بنظام او بسيستم، وهتكون واثق جدا من نفسك، لانك انت حضرتك مسؤول الجوده، حضرتك مسؤول الجوده، عارف انت بتعمل ايه، عارف خطواتك ودارسها. بكده انت عرفت هتستفيد ايه من الكورس، وعرفت انت فين دلوقتي وهتكون فين بعد ما تخلص الكورس. ان شاء الله الكورس ده هيأهلك لسوق العمل، لانك تطلع من انك تكون فني بتشتغل بايدك او بمجهودك البدني، لانك تطلع مدير جوده او مسؤول جوده. علشان كده انا هحتاج منك انك تنفذ التحدي اللي ظاهر قدامك ده. هتنزل صالة الإنتاج وتراقب أي شغل قدامك، يعني حتى لو أنت فني وشغال مفيش مشكلة في الكلام ده، إنك تكون بتراقب مرحلة معينة أو حتى المرحلة اللي أنت واقف فيها تكون بتراقبها. هتستخرج 3 حالات عدم مطابقة، يعني حاجة مش تبع متطلبات العميل، يعني مش من ضمن متطلبات العميل، وهتبحث عن منتجات أو خطوات طالعة مش زي ما العميل عاوز. اكتبهم فورا في كراستك أو على النوتس عندك على التليفون، و ابدأ اشتغل على حل المشكلة دي بنفسك. بكده انت هتبقى في تدريب حقيقي، في تدريب عملي. هتبقى خدت من هنا مثلا ان شاء الله بعد كل درس هنفهم، هناخد تاسك زي كده. بعد كل درس من الكورس هناخد تاسك زي كده، هديك حاجة تعملها علشان تقدر تنفذ، يبقى الكورس تطبيق عملي في حياتك اليومية او في مجالك اللي انت فيه. من خلال ان انت بتنفذ الخطوات دي هتقدر تروح للمدير بتاعك او لصاحب الشركة وتقول له انا عايز اترقى، عايز اكون كذا، او تخرج تروح لشركه تانية كمسؤول جوده. طبعا انت هتبدا بالكواليتي كنترول، وده هتبدا بيه في مكانك، مش هعطلك عنه اي حاجه. بكده احنا خلصنا الدرس الاول في الكورس. انا عارف ان هو كان طويل شويه، فانا بعتذر لحضراتكم. ان شاء الله نحاول ان الدروس الجايه تكون اقصر من كده، بس اوعدكم انكم هتستمتعوا معانا جدا في الكورس ده، والكورس ده هيكون مفيد جدا. وحقيقي حقيقي انا اتمنى من حضراتكم الدعم. لو عجبكم المحتوى، اتمنى ان انتم تدعموني بلايك او شير وكومنت صغير كده، تقول لي لو في اي اقتراح حضرتك تقترحه، او اي تعديل حابب ان احنا نعدله، او اي اضافه حابب تضيفها في الكورس، زي مثلا ان احنا نعمل مجتمع نكون فيه مع بعض، او جروب على تليجرام او واتساب، بحيث ان احنا نتبادل الخبرات وكده. وان شاء الله هسيب لك في بعد كل درس PDF صغير علشان تقدر تحمل
ملخص الدرس وكل الحاجات اللي ظهرت معانا دي. ان شاء الله في الدرس اللي جاي هيكون بدايه الدخول في الكورس، وهنعرف وهنعيش يوم في حياه مدير الجوده. هنعرف بيعمل ايه بالظبط من اول ما يلبس السيفتي ويدخل المصنع لحد ما يروح، وايه هي المهام والقرارات اللي بتخليه مسيطر على المكان. ان شاء الله اشوفكم في الدرس الجاي. السلام عليكم.